السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم ميني حريشات أو حريشات صغاري. مكونات هذه الوصفة: عندي نصف كيلو من السميد الرقيق، عندي كاس العنبة زيت نباتية، 4 كاس زبدة مذابة و2 معالق سكر. صافي نخلط المكونات، ضروري نخلط مزيان حتى تلبس ديك السميدة كاملة بالزيت والزبدة. هاد المرحلة ضروري نخلطوها مزيان باش ما تجيناش الحرشة ديالنا مدقصة. وعندي هنا نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية خلطتها مع شوية الماء دافي ونزيدها على الخليط، وملعقة صغيرة د خميرة الحلوى. انا ما تسجليش المقطع داكشي علاش ما بيناش. وعندي هنا كاس الماء د العنبة بارد من الروبيني، وكاس الحليب حتى هو بارد. صافي كنبقى نخلط السميده غير بالاطراف الاصابع باش ما تعجليش. انا غير كنخلطها باش ما تجيناش الحرشه ديالنا مدقصه، خصنا ضروري نخلطو غير بالاطراف الاصابع وما نبرغوش في الخلط بزاف، فقط غير نجمعوا الخليط ديالنا صافي. نخليها جانبا تشرب السوائل اللي ضفت لها ونمر للحشوه. عندي هنا 200 غرام من الجبن الطري وعلبه صغيره من التون. وتقدروا تضيفوا حتى السحتر للحشوه هذه كيعطيها واحد النكهه جميله، وتقدروا تبدلوا في الحشوات، فالحشوات كتبقى اختياريه تنوعوا فيها كما بغيتوا. صافي نخلط الجبن مع التون جيدا حتى يرجع القوام ديالو كريمي. صافي دابا هنا السميده ديالي شربت السوائل كاملين. دابا غنمر نكورهم مكويرات، كيبقى الحجم اختياري، يمكنكم تعدلوهم كبارين صغارين كيبقى حسب الرغبه. واذا بغيتوهم يجوكم حجم واحد يمكنكم توزنوهم بالميزان. صافي نستعمر في تكوير الكويرات حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي، ومن بعد غنحشيهم بحشوه الجبن اللي حضرت معكم. وهنا من بعد ما ساليت الكويرات ديالي كاملين كنشبر الكويره ونوضع فيها حفيره في الوسط، ونوضع فيها نص ملعقه من الخليط الجبن والثوم، ونغلق عليها مزيان باش ملي يكون كنطيبو ما يخرجليش الحشو. ومن بعد ما حشيت الكويره ديالي كنفندها بشويه سميده، وعندي هنا شكل دائري، يمكن لكم تعملوا حتى شكل مربع حتى هو كيجي مزيان. انا عندي هنا شكل دائري كنعملها فيه وكنضغط عليها شويه باش تعطيني هذاك الشكل الدائري. صافي ونبقى مستمره حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. ومن بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله، دابا غندوز لمرحله الطياب. عندي هنا مقله سخونه نبقى نوضع فيها الحرشات ديالي، ومن الافضل تكون مقله ثقيله شويه. نطيبوا الحرشات ديالنا على نار متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف ما تكونش هابطه بزاف باش الحرشات ديالنا ما يجيوناش قاصحين. صافي نبقى نطيب الحرشات ديالي حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. ومن الافضل ما بين كل دفعه ودفعه نضفوا المقلاه باش هذاك الفتات اللي كيطيح في المقله ما يلصقناش في الحرشات ديالنا ويبقى لنا الحرشات ديالنا نقيين ويجي المنظر ديالهم جميل. يمكنكم تضاعفوا المقادير واحتفظوا في المجمد وتخرجوا الكميه اللي بغيتوا تسخنوها كيجيو بحال لي يلاه وجدتيهم.
ومن بعد ما ساليت الكميه ديالي كامله، هذه هي النتيجه النهائيه. كيجي المذاق ديالهم صراحه واعر، جربوهم ما عاد ندموش. مع كويس اتاي ولا كويس قهوه، يا سلام، فطور او كوتي شي حاجه واعره. بالصحه والراحه اللي عجبو الوصفه. وما نساونيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر اللايك ليوصلكم كل جديد. ومع السلامه في فيديو جديد ووصفه جديده.